السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. انا بتكلم دلوقتي والجلسه شغاله. البورصه النهارده طالعه طلوع كويس جدا، بس عايز اقول بس حاجه سريعه الاول. الفيديو اللي فات او اللي قبل اللي فات مش فاكر، كنت قلت ان في سهمين انا عيني عليهم وان هم دخلوا منطقه الشراء الاولي بالنسبه لي. طبعا في ناس قالت طب انت ما قلتش اسمهم ليه في الفيديو؟ يا جماعه في قوانين، مشروع قوانين، في حاجه يعني مش محبوب ان حد يجيب سيره اسهم عامه على منصه عامه، فانا بحب التزم بالقوانين، بحب امشي جنب الحيطه. ما ينفعش اطلع اقول في فيديو يا جماعه السهم الفلاني ولا السهم العلاني. انا بلتزم بقوانين البلد اللي انا قاعد فيها، سواء قانون او مشروع قانون. انا بمشي جنب الحيطه ماليش دعوه، فعشان كده بس انا ما قلتش اساميهم في الفيديو. طبعا اللي بعت لي على الواتساب اكيد قلت له ان خاص ما بيني وبين حد ان انا اقول له على حاجه. ما اعتقدش ان في اي مشكله في حاجه زي كده يعني. والناس اللي كانت معايا في الكورس كنت قايل لهم طبعا في ساعتها، يعني كانت ساعتها الساعه 11 ونص. وبعد كده الرسائل اللي جات لي رديت عليها طبعا حسب ما لحقت، لان ده اكبر عدد رسائل جالي من يوم ما عملت القناه في حياتي. يعني اكبر عدد رسائل جالي كان هو على السؤال هو ايه السهمين. جالي يعني كميه رسائل غير طبيعيه، فمعلش لو اتاخرت على بعض الناس شويه. ولكن اللي حصل ان في سهم من السهمين النهارده طلع 15% من يوم، يعني من ساعه ما قلت. فانا مش من انصار الجري وراء الاسهم. يعني خلاص سهم كان سعره حلو طلع 15% في يوم ولا في يومين، لا سعره بقى اتغير. الموضوع ما بقى يعني ما بقاش اللي اخش فيه بقلب زي ما كنت اخش فيه من يومين. فدي بس نقطه مهمه ونقطه عامه، مش على سهم معين تحديدا، نقطه عامه. ما تجيش سهم يطلع 15% تقوم جاري وراه تقول هخش اجيبه. طب ما هو ال 15% ما هو وارد يريح خمسايه لو هيكمل طلوع، حتى وارد يريح 5 6 7% قبل ما يكمل طلوع. ما هو طالع 15 في يوم ولا في يومين. فدي نقطه بس مهمه. وبرده طبعا اكيد انتوا عارفين ان رقم الواتساب اللي ظاهر على الشاشه، اللي عايز يتواصل معايا يبعت لي اي سؤال برد عليه. ودايما برد، يعني اقصى تاخير ممكن يبقى يوم. لكن معلش امبارح، بقول امبارح عدد الرسائل كان غير مسبوق يعني كنت بفتح الواتساب الاقي مكتوب 140، يعني 140 فعلا بدون اي مبالغه يعني. فمعلش لو كان حصل اي تاخير يعني على بعض الناس، لكن في جميع الاحوال رديت على كل الناس تقريبا. يعني دلوقتي وانا بتكلم اعتقد رديت على كل الرسائل لحد بتوع النهارده الصبح لسه ما بصيتش عليهم يعني. طيب نقطتين شديدي الاهميه قلتهم قبل كده، واعتقد عملت عليهم فيديوهات قبل كده، بس بما ان الموضوع بيتكرر كتير ونفس السؤال بيجي لي تاني، فانا هقولهم تاني على عجاله. نقطة رقم واحد، الأسهم المجانية. يا جماعة مفيش حاجة اسمها أسهم مجانية، اسمها أسهم إضافية. حاجة ليس لها أي قيمة، لا تضيف لك أي شيء كمستثمر. أنت مش هتستفاد حاجة خالص. المستفاد الوحيد هو الشركة. إيه اللي بيحصل؟ يقول لك ألاقي الناس بقى هو أسهم مجانية والسهم هيوزع أسهم مجانية إيه اللي بيحصل؟ الشركة عايزة تعمل زيادة رأس مال. شركة من الشركات أو أي شركة في الدنيا عايزة تعمل زيادة رأس مال، تقوم عاملة إيه؟ بدل ما تديك الأرباح المحتجزة، بدل ما تديك الفلوس اللي عندها اللي كان المفروض تديها لك كاش، تقول لك إيه؟ أنا هديك أسهم. فبدل الفلوس تقوم مدياك اسهم. طب انت كده استفدت؟ كان عندك سهمين بقى عندك ثلاثه، فمحفظتك زادت؟ لا، اسهم اللي معاك سعرها بينزل، واللي بتاخدهم بيبقوا هم الزياده. التوتال على بعض محفظتك كانت 50,000 قبل التوزيع، بقت 50,000 بعد التوزيع، مع تغيير عدد الاسهم اللي معاك ومع تغيير الاسعار المحصله. ال 50,000 بتاعتك فضلت 50,000 جنيه، ما خدتش ما خدتش ربع جنيه زياده. طيب ايه اللي حصل؟ الشركه كان عندها ارباح محتجزه، بدل ما تديها لك اديتك اسهم، الشركه كسبت، عملت زياده راس مال، حضرتك ما استفدتش اي شيء. طيب هل ده كل حالات زياده راس المال، او هل ده كل حالات زياده توزيع الاسهم المجانيه؟ 99% من توزيع الاسهم المجانيه كده، ولا ليه اي لازمه ليك كمستثمر. طيب امال ايه امتى يبقى ليه لازمه ليك كمستثمر؟ حاله نادره جدا بتحصل، نادره جدا، مره كل فين وفين، زي ما حصل في غاز مصر من 3 4 شهور. عملوا ايه؟ السهم كان ب 30 جنيه على الشاشه، وبيوزع لك سهم انت بتدفع ثمنه، بس السهم كان ب 26 جنيه ونص. فانت النهارده السهم معاك ب 30 ونزل لك سهم جديد مكلفك 26 جنيه ونص، فانت كسبت الفرق يعني. وانا كان معايا غاز مصر ساعتها على فكره، واخدت الاسهم الزياده دي ودفعت ال 26. مش فاكر، انا ذاكرتي ذاكرت السمكه، ممكن يكون ما بقاش ب 26 يبقى ب 27، بس مش ده موضوعنا. يعني الموضوع ان هو نزل لي سهم باقل من ثمنه في السوق، فانا طلعت كسبان الفرق. نزل لي في ساعتها وبقى معايا اسهم زياده بسعر معين، فانا كده كسبان. دي حاله نادره جدا وبتحصل نادرا جدا، لكن المتعارف عليه يقول لك اسهم مجانيه ولا هتستفاد اي شيء ولا اي حاجه. وده مش مبرر اصلا ان انا اطلع اجري ورا سهم، لان انت في الاخر هتبص تلاقي نفسك محفظتك هي. طب انا استفدت ايه؟ الشركه استفادت، بدل ما توزع لك الارباح اديتك الاسهم. وهم استفادوا ايه؟ عملوا زياده راس مال. هو عايز يزود راس ماله عشان بقى يعمل حاجه، يتوسع. الله اعلم بقى كل شركه بتستخدم الفلوس دي في حاجه، بدل ما يديها لك ام واخدها حاجزها عنده واداك بدلها اسهم. ده الموضوع كده بمنتهى البساطه. فحتى كلمه اسهم مجانيه ده مصطلح خاطئ، اسمها اسهم اضافيه مش اسهم مجانيه. حتى كتسميتها اسهم مجانيه اسم حتى فيه يعني مش مظبوط يعني. ده رقم واحد. رقم اثنين، صناديق الاستثمار. عملت عليها فيديو قبل كده، بس هحاول اكر بسرعه كده النقط. بصوا يا جماعه، صناديق الاستثمار انا بتكلم على صناديق استثمار الاسهم. طبعا ان في بقى صناديق بتشتغل في العوائد الثابته، بتحط ودايع وتديك في نسب منها. في صناديق بتشتغل في اذون الخزانه. انا ما بتكلمش على دول، احنا بتوع بورصه. انا بتكلم على صناديق البورصه، الصندوق اللي بيحط لك فلوسك في البورصه. من الاخر كده، رقم واحد، هيتحرك مع المؤشر يعني بنسبه 99%. مؤشر طالع هيطلع، المؤشر نازل هينزل، مفيش فيه اي معجزه ولا سحر ولا اشعوذه. ده رقم واحد. رقم اثنين،
اكيد مخاطرته اقل من مخاطره انك تشتري اسهم لوحدك لو مش فاهم. يعني لو مش فاهم بتعمل ايه، الصندوق امن لحضرتك بكتير. لو فاهم بتعمل ايه هتكسب اقل بكتير قوي من الصندوق. طبيعي جدا الصندوق هيكسبك اقل من لو بتعرف تختار اسهم معينه، لان الصندوق ما يقدرش يخش يشتري سهم مثلا امبارح ويطلع بيه 15% ويبيعه تاني يوم، ما يقدرش يعمل الحركه دي. الصندوق بيشتري ولونج تيرم وبيفضل، والسوق بيتذبذب عليه. هو عشان حجمه كصندوق ما يقدرش انه يعمل تريده في اسبوع. ما يقدر... على فكره انا ضد التريدات اليوميه والكلام ده كله، مش مدرستي خالص. لكن لما تظهر فرصه زي مثلا السهم اللي كان حصل فيه الموقف اللي زياده 15% في يوم، ده بالنسبه لي فرصه كويسه جدا، ممكن تظهر مره كل فين وفين. الصندوق ما يقدرش يعمل كده، الصندوق ما يقدرش يعمل كده. فالخلاصه الصندوق بيبقى مكسبه اقل لو حضرتك فاهم. طبعا لو حضرتك مش فاهم هتتبهدل. يعني احنا عارفين اللي مش فاهم في البورصه بيتفرم. يعني للاسف يعني يا جماعه، وقررت كتير ومش هعيد نفسي، ما حدش يخش بدون توجيه، ومش لازم توجيه. خش مع حد انت واثق فيه، بس خش لوحدك. لو جديد ومش عارف حاجه، اياك تخش لوحدك. كارثه. حاجه مهمه جدا على الصناديق، لازم تبقى عارف هتدخل في الصندوق امتى وتخرج منه امتى، ومش مجرد حرمي فلوسي في الصندوق. طب ما افرض المؤشر نزل 20%، ما بقولش انه هينزل، بس ما حدش ياخد كلامي غلط. افرض فرضا جدل المؤشر نزل 20%، الصندوق هينزل 20%، والصك اللي حضرتك شاريه هينزل 20%. في ناس فاكره بتبعت لي اسئله ان الصندوق ده حاجه ما ينفعش ينزل. مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه، ده صك بيطلع وينزل حسب سعر السوق. المؤشر نزل 20%، الصندوق هينزل 20%. فلازم تبقى عارف هتخرج امتى، يعني لازم تبقى عارف هتبيع الصك بتاع الصندوق امتى. فحتى لو حاطط فلوسك في الصندوق، برضه متطلب درجه معينه من الفهم علشان حضرتك ما تتبهدلش. اي نعم البهدله هتكون اقل، ولكن هيكون في بهدله برضو لو مش عارف امتى تشتري الصك وامتى تبيع الصك، لان هيكون في اوقات السوق مبالغ فيه ولازم تخرج، وهيكون في اوقات السوق منخفض ولازم تدخل. طيب يومين ورا بعض طلوع، هل التصحيح انتهى؟ اعتقد هيبان بكره. يعني يبان بكره لو الدنيا حتى سبت بكره ولا طلعت بكره سنه، خلاص ممكن كده الناس ممكن تبدا تطمن شويه. مش تطمن قوي، بس تبدا تطمن شويه. يعني احنا برضو بنطمن تدريجيا وبنقلق تدريجيا، وكل حاجه بنمشيها تدريجيا. وبكره طبعا هيبان. ولكن الخلاصه ان النهارده على الاقل في وقت تصوير هذه الحلقه ان السوق طالع بقوه النهارده، وفي ارتفاع كويس جدا في اسهم كتيره جدا. بفكركم بالكورس بتاع ازاي ما تخسرش في البورصه، اللي هيضمن لحضرتك عدم الخساره مطلقا في البورصه، وهيضمن لحضرتك تعرف تشتري امتى السهم الصح بالسعر الصح، مش مجرد السهم الصح وخلاص. لان في ناس بتشتري اسهم صح وبتتبهدل لان السعر غلط. انت شاري حاجه قيمتها 6 جنيه شاريها ب 50 جنيه، مع طبيعي هتخسر فيها. ده شيء بديهي، حتى لو كانت اجمد شركه في العالم، حتى لو كانت مايكروسوفت ولا جوجل ولا امازون. مع الكورس دعم 3 شهور على الواتساب، ببقى معاك خطوه بخطوه، بتسالني اعمل ايه، اتصرف ازاي. جاب اي نوع من الاستشارات موجود مع بعض برايفت على الواتساب خاص ما بيني وما بينك لمده 90 يوم. فكمان بتبقى خدمه تعليميه متكامله، بكمل لك اي فراغات ناقصه او اي اسئله عند حضرتك، وكمان ببقى معاك خطوه بخطوه يوم بيوم. اللي عايز يشترك في الكورس او عنده اي سؤال في الدنيا ومش عايز يشترك في حاجه، رقم الواتساب اللي ظاهر على الشاشه ابعتوا لي عليه يا جماعه، او الفيسبوك اللي في اول كومنت. شكرا، سلام عليكم.